السلام عليكم الزلفلاون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية جياس كأخبار تيفي التي تأتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد بإذن الله. كما راكم تشوفوا آخر أخبار شبيبة القبائل حصريا اليوم على جريدة كومبيتيسيون، وش راهم قاعدين يتكلموا على شبيبة القبائل وعلى موبيليس وكل شيء. قال لك في جريدة كومبيتيسيون لنهار اليوم: موبيليس تحضر ميزانية كبيرة من أجل التنافس. وهذا كما على بالنا باللي موبيليس صراحة هي الممول الرسمي لشبيبة القبائل، وعندها أموال ضخمة وطائلة وكبيرة جدا. قال لك راهي تحضر ميزانية كبيرة، نتمناو انه ان شاء الله ستكون حقيقة الامر، لانه شلول رئيس شبيبة القبائل الجديد قال لك من قبل باللي الميزانية راح تكون محدودة، ماناش راح نفسدوا دراهم بزاف في شراء اللاعبين او كل شيء. نتمناو احنا انه يكون الامر تاع موبيليس، موبيليس هي اللي تتصرف، لانه صراحة كون ما تكونش ميزانية كبيرة ما يكونش فريق كبير، لانه معظم كما احنا نقولوا اللاعبين الكبار يحتاجوا مبالغ وأموال كبيرة جدا وطائلة باش يجيو لشبيبة القبائل. عندنا سمير سمايلايجيتش يضيع ودية النهد، راه ضيعها. مجادل يغيب بالترخيص، الحارس مجادل يغيب بالترخيص من المدرب بوزيدي اللي يعطاه كما احنا نقولوا الترخيص نتاعو وخلاش يغيب لظروف خاصة به. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لشبيبة القبائل. ماذا بنا ان شاء الله تعطيونا الاراء تاعكم في التعليقات، انتم وجمهور الشبيبة، ما رايكم في اخبار شبيبة القبائل؟ وهل موبيليس تقدر صراحة تحضر ميزانية كبيرة من أجل التنافس وعودة الفريق إلى مكانته؟ كل ذلك خليوه لنا في الآراء تاعكم.